اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المطبخ ده كان ذوقه جميل جدا جدا جدا. ده كان النوع ده اسمه كلادنج. هو نوع من الألمونتال، بس ده بيكون مجلفن وشكله حلو خالص، وكمان مع الرخامة السمراء الجلاكسي بتدي منظر حلو. وكمان السعر بتاعه مش غالي قوي بصراحة، يعني أنا سألت العروسة كمان على سعره. هقول لكم في آخر الفيديو السعر قد ايه. وهنا بقى المطبخ كان مفتوح. ومش تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والمتابعة على الفيسبوك. مطبخ فتحية فاروق. والعروسة بقى بدعوة حلوة كده من قلبكم عقبال أولادكم وأولادنا كده يا رب جميعا. هنا كان البار والنيش. النيش كان عبارة كده عن دولابين، والبار كده في النص، وهنا كانت السفرة والصالون. يعني الشقة دي أنا كنت واخداها، يعني مسلماها على المفتاح. في ناس بتحب ترص الحاجة وهم بقى اللي بيظبطوا الدنيا بعد الرص. بس ده يعني عشان العروسة كانت متجوزة في الزقازيق وكده وبيتهم بعيد، فأنا واخدة الشقة مسلمة لها كده زي ما انتوا شايفين. بس كان ناقص بقى الستاير. انا بتكلم على طول بقول الصنايعيه اللي محيره يعني العرايس وبيصعب عليا جدا. مش كان لسه ركب الستاير وكده. بصوا هنا بقى رصت لها بقى الحاجه. ده كان بواقي الايه، القطم وكده، حطيتها لها في الادراج. وما حبيتش اتقل في الضله في الازاز عشان تدي منظر حلو. وكمان الشمعدان حطيته لها كده على البوفيه. وهنا الادراج. بصوا بقى، حتى او انا برص الازاز في الادراج حطيت يعني الكاسات عكسي ليه بقى؟ عشان وهي بتفتح الادراج مش في حاجه ايه تتكسر وكده، يكون في امان شويه في حكايه الازاز. وده هنا كانت البولات بتاعه طقم الاكروبال. وهنا الصيني، بقيت الصيني حطيت لها واحده في ضلفه. وده هنا شنطه المعالق. وفي الجهه التانية ده كان طقم العشاء، حطيت لها في البار. وحطيت بقيت هنا طقم الاكروبال كمان تحت معاه كاسات كده وكوبايات. وهنا بقى الضرفة التانية حطيت هنا طقم كاسات اللي هو ذهبي وفضي. يعني ايه، حاولت انسق كده الالوان مع بعضها. وتحت هنا الاكروبال والفناجين. وهنا كاسات وكوبايات وبولات تحت هنا برضو في الادراج. يعني بصراحة الادراج دي واخدة حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان الضلف يعني مش كبيرة اوي اللي هي الازاز، فرصت لها ده كده. بصراحة كانت حاجة المطبخ كتيرة، فمش كان في مكان في المطبخ اللي انا احط الازاز وكده. وهنا السفرة. هنا بقى طقم السفرة، البونبونيرة وطبق الفاكهة والفازة. ده هنا بقى اطقم اللي هو التقديم. ده كان على شكل كده أجنحة كده 3. وده هنا التربو. ده هنا بقى للبصل والبطاطس. هي سيبته كده فاضي، حتى الخزين كانت جايباه وارتص يوميها مع الرص وكده خزين المطبخ. هنا بقى الميكروويف وغسالة الأطباق والفرن الكهربائي. وهنا خزين المطبخ. بصوا بقى هنا الزيت، كريم كراميل والقهوة والحلاوة والفشار والشعرية والصلصة والمربى والشاي والسمنة والجبنة. كل الحاجات دي كانت موجودة، هي كانت جايباها. وكمان كانت جايبة لبن. والمنظفات برضو كمان كانت جايباها ورصناها لها. وهنا تحت هنا في الدرج بقى حطيت لها بقى ايه اطقم الحلل. ده هنا السيراميك وحطيت الستانلس. وحطيت كمان اللي هو طقم الرخام اللي هو زي الجرانيت كده، بيكون حاجة حلوة خالص. بصوا بقى انا بجيب لكم الاسماء. ده هنا كان نوعه فريش. وفوق هنا حطيت لها ازاز المية وطقم الحلل اللي بتاع التلاجة. وهنا غسلت الاطباق كان نوعها بيكو. انا قلت بركز لكم على الحاجات الانواع عشان العراس اللي بتبقى تسالني وكده. وحطيت صواني ستانلس. وهنا صفيت الاطباق حطيت لها طقم المليمين فيه وكوبايات للاستخدام، كوبايات من القصيره وكوبايات من الطويله. وكمان اطباق ستانلس. والكنك بقى. وطقم التوزيع السيليكون. والصواني الخشب والتوابل الدوار اللهم صل على النبي. طقم المعالق الذهبي ده تحفة 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 بالحمل بتاعه بصراحة. وحطيت لها هنا بقى تحت كده
المصافي الاستانلس، كل الاستانلس مع بعض، والاطباق الاستانلس. وكمان كان في طبق كده ومع الغطا بتاعه برضو، وتحتنا حلة البخار والقطاعة ومكنة البتفور. بصوا الطقم ده اللي انا بقولكوا عليه تحفة خالص. ده هنا بقى صواني الفرن اللي هو البورسلين. لا، والكرتونة دي هي ما كانتش هي بتاعت الخلاط بس، حطينا فيها بقى السكر والخزين والكلام ده عشان النمل، فحطيته لها فوق وما يجيبش اي حاجة يعني. وده هنا طقم الحلل، وكان معاه كمان صينية الفرن بتاعته. وهنا علب التخزين وحفظ الطعام. وكمان اللي هو الاطباق البلاستيك دي كان على شكل وردة كده، كان شكله حلو خالص، ورقة شجر. وهنا بقى البوتاجاز كان فريش. هنا بقى شفاط فوق البوتاجاز كده. وهنا بقى اطقم التوابل، كانت جايبة كذا واحد بصراحة. وكانت جايبة كمان اللي هو المكرونة والشعرية والحاجات دي كلها. بقول لكم الرخامة السمرة بتاعة المطبخ اللي هي الجلاكسي دي بتدي منظر حلو خالص. وهنا صواني الفرن، هنا البايركس والألمونيا والهاند بلندر. وكمان اللي هو الأشكال على شكل قالب، وطاسات للقلي. يعني حطيت لها كل حاجات الفرن مع بعضها. وده هنا كده الرف ده كان صغير كده، حاطط لها فيه كده كوبايات، يبقى يعني ايه عشان تبقى قريبة كده من ايديها، زي ركن القهوة كده، تكون قريبة من الرخامة وفي نفس الوقت الكوبايات تكون قريبة من ايديها. دي هنا حاجات بلاستيك كده فوق، يعني الضلفة دي ما كانتش عريضة، هي بس الرفع ده كده يا دوبك كانت واخدة الحاجة. وده هنا بقى مكان مخصص للصواني والقطاعات والجريل. وحطيت فيه كمان صينية كده ستانلس صغيرة، العروسة كانت جايباها. وده هنا درج كده للخزين، كان فيه بقى طحينة وحلاوة طحينية ومخلل ولبن ومربى واكياس بقى فيها بهارات وفيها حاجات بقى للاكل وكده. يعني هي فضت الحاجات العلب، واللي فاض سابته في الاكياس. ده هنا قطعت خضار اشكال، وصواني البيتزا، وصواني ستانلس، والهون. وتحت كده قلب الكب كيك مع حاجات كمان للتخزين. وهنا بقى المضرب الكهربائي. وهنا كان الخلاطين، هي جايبه واحد عادي وواحد من اللي هو الكبير. وعصرت البرتقال. هنا بقى البقية، بصوا. ده هنا بقى الخلاط التاني اللي هو الكبير، وترمس شاي وصينية كده دهب كان لونها حلو خالص للتقديم، وبرادين استانلس. وده هنا علب تخزين. وده هنا كمان اللي هو الطبق اللي هو للحلويات بالغطا بتاعه، وطقم كده توزيع بلاستيك بالحامل. ده هنا بقى كان التربو، بس التربو ده انا حطيت لها فيها حاجات. ليه بقى؟ لان هي في مكانين مخصص للخزين وكده، فانا استغلت المكان ده. وسمية كده كده جايبه تربو تاني غير ده، حطيت لها بقى في بقيه الرفوع، لان بصراحه الرفوع كانت كتيره والادراج مش كانت واخده، فانا حطيت لها بقيه الرفاع هنا. بسم الله ما شاء الله، جايبه جميع الرفاع حتى الميزان. تحت هنا بقى بقيه الخزين. هنا بقى المكرونات. هي بقى جايبه بقى من الطويله والصغيره واللهم صل على النبي اللي هي المكرونه البشاميل اللي هي الاقلام. ده هنا بقى درج الرفايع، حدث بقى ولا حرج في كل الرفايع، القطاعة والعصارة والمساكة والمضرب السيليكون والمعيار. وهنا بقى منظم
الادراج. هنا بقى جميع القطاعات اللي هي الستانلس والمعالق الخشب. فوق هنا بقى مشابك الغسيل. بصوا بقى كل الاشكال والاحجام، لا الهدوم ولا البطاطين. وهنا كمان درج كده للمعالق ولا المقوار. هنا بقى مريل المطبخ، بصراحة كانت جايبة مريل كتيرة للمطبخ فوط. وهنا مناديل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تنسونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. وعقبال اولادكم كده يا رب، وبعتوا بقى الفيديو لاصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص، ويشوفوا بقى ايه اللي ناقصهم ويكملوه، وقولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات. المفروض كنت اعمل ايه وما عملش ايه، كلنا بنستفيد من بعض. وعقبال يا رب كده الفرحة عندكم دايما.